لما بنفكر في الكوميديا أول واحد بيجي في بالنا على طول إسماعيل ياسين. إسماعيل ياسين أدخل البهجة والسرور ورسم ابتسامة على وش الكبير قبل الصغير، ولغاية دلوقتي رغم مرور حوالي 50 سنة على وفاته إلا إنه لغاية دلوقتي يمثل لنا مصدر بهجة، وأفلامه بتلقى قبول لدى الكبار والصغيرين. تعالوا نتعرف على الوجه الآخر للضاحك الباكي أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في 15 سبتمبر سنة 1912 اتولد إسماعيل ياسين إسماعيل علي نخلة في شارع عباس في حي الغريب في السويس. لما كان عنده 6 سنين أمه توفت، فأبوه اتجوز واحدة تانية. الست دي كان قدمها شؤم ووشها نحس، طلعت البال على جدة أبوه هو واللي خلفوه، وطبعا ناب إسماعيل من الحب جانب بل جوانب. خربت بيت الراجل وبيعته اللي وراه واللي قدامه وخلته اتداين لطوب الأرض. أبو إسماعيل ياسين كان شغال جواهرجي متصيد في السويس، وأما اتجوز الست دي وقفت ورا جوزها وفضلت تزقه لحد ما كفته على وشه ودخلته السجن. وما كفهاش اللي عملته في الراجل، بعد ما خلصت عليه اتدورت على سمع اليتيم اللي فقد امه بالموت وفقد ابوه بالسجن، كفرته في عيشته وسقته من المر كاسات. وما كفهاش اللي عملته فطلعته من المدرسه وهو في رابعه ابتدائي. اشتغل منادي في محل قماش، كان بيقف قدام المحل وينادي على البضاعه ويحاول يجذب الزباين للمحل. في مثل بيقول مرات ابوك بتحبك، قال يبقى اكيد اتجننت. وزي ما دمرت الراجل الكبير فضلت ورا سمعه لحد ما طهقته في عيشته، فساب لها البيت وراح يعيش مع جدته الست أليفة. لكن بصراحة بقى أليفة ده كان مجرد اسم مش صفة، فكانت ست قوية ومفترية بل ومتوحشة. ما بصتش لإسماعيل على إنه حفيدها اليتيم بقدر ما كانت شايفة فيه إنه ابن الراجل اللي اتسبب في موت بنتها. اشتغل شوية سايس وشوية يغسل عربيات وشوية ينادي على الركاب. إسماعيل كان مغرم بالغنى وبيحب عبد الوهاب جدا، وكان دايما بيردد اغانيه، فاصحابه طلعوا في دماغه انه صوته حلو وينفع يبقى مطرب، ممكن ينافس عبد الوهاب ويركنه على الرف، وعنده كل المؤهلات اللي تخليه مطرب ناجح. ده طبعا من وجهة نظرهم، بس ناقصه حاجة واحدة، التعليم. محتاج يدخل معهد الموسيقى في القاهرة عشان يتعلم الفن والطرب على أصوله. طقت في دماغه وضرب ضربته اللي كان بيخطط لها من مدة، وما وصل لسن 17 اقتبس 6 جنيه من جدته الست أليفة. لا، هو ما سرقهاش، هو بنفسه اعترف بانه اقتبسها بس، وهو شمع الفتله وعلى القاهره دغري. لكن سمعه اللي النحس ملازمه طول حياته سافر في الصيف واتفاجئ ان المعهد قافل ومش هيفتح الا بعد 4 اشهر، فراح يبات عند ناس قرايبه في السيده زينب، راحوا طاردينه. راح يبات في جامع السيده زينب، طردوه. اما في جامع مراسينا فبرضه طردوه. تعمل ايه يا سمعه؟ تروح فين وتيجي منين يا ابو السباع؟ الف عقله من فات داره تقل مقداره، ماليش قدامه حل الا الرجوع للسويس، ويا ريته ما رجع. راح راجع تاني على السويس، وهناك كان في انتظاره مفاجأة ألجمته ووقفت عقله عن تفكيره. أما ليه أبوه الجواهرجي المتصيد اللي كان صاحب محل خرج من السجن وشغال عند الصبي بتاعه. ليه شغال صبي عند الصبي اللي كان شغال عنده قبل كده؟ الدنيا اتسدت في وشه، والمنظر ده وقف في حلقه، سبب له عقدة فضل يعاني منها طول حياته، وهي عقدة الخوف. الخوف من كل حاجة، خوف من الفقر والديون والمرض والقرايب، مرات الأب والجدة وكل الناس. فرجع القاهرة تاني، لكن فلوسه اللي اقتبسها من الست أليفة كانت خلصت. قعد يدور على شغل لحد ما اشتغل صبي في قهوة اسمها قهوة فينيكس، كانت في شارع محمد علي، وكان بيبات فيها بعد ما اتشطب لحد ما قدر ينزل في لوكاندا رخيصة كده. وفي يوم من الأيام لقي زفة وهيصة وعربيات كر وحنطور وقفت قدام القهوة، ونزلت منها القسطى نوسة الرقاصة، وبسرعة اشتغل في فرقتها مطرب عاطفي. لكن الناس كانوا بيتريقوا عليه عشان شكله وبقه الكبير، كان هو بيتريق على نفسه كتير قوي بسبب الموضوع ده. وفي رحلة من الرحلات اللي نظمتها الست نوسة وفرقتها وهم راجعين من فرح، المطره مطرت والارض بقت كلها طينه، فاتزحلقت الست نوسة وفستانها اتبهدل في الطينه. اتطوع اسماعيل ياسين بانه يغسل الفستان وينشره بنفسه، فوقف في عربيه القطر وطلع الفستان بايديه من بره وبقى ماسكه كده، واذا بقطر تاني جاي في الاتجاه المقابل ياخد الفستان في وشه. في اللحظه دي خبطوا عليه، بص كده عليهم وهو عمادد ايده لبره كانه الفستان في ايده لسه، فساب الفرقه واشتغل في مكتب محامي. لكن ما نسيش حلمه انه يبقى مطرب، فحاول يشتغل عند بديعه مصابني او في فرقه الاختين رتيبه وانصاف رشدي، لكن ما حدش رضي يشغله لانه اتعرف عنه ان الجمهور مش بيدخل عشان يسمع اغانيه قد ما بيدخل يتريق عليه وعلى ملامحه. وفي يوم قابل ابو السعود الابياري على القهوه، قعدوا يتكلموا شويه، لكن ابو السعود الابياري قال له سيبك من الغنى يا سمعه وتعالى معايا. على فين يا ابو السعود؟ قال له على الست بديعه يا صاحبي. اشتغل اسماعيل ياسين عند بديعه مصابني، لكن المره دي اشتغل مونولوجيست. سنه 1938 فضل يشتغل معاها لغايه سنه 40، اما قررت تقفل الصاله وتصفي الفرقه اللي ما كانتش جايبه همها، ورجع سمعه للقهوه تاني.
نجح اسماعيل ياسين في فن المونولوج وتربى على عرش النوع ده من الفنون لمدة 10 سنين، وأصبح بيقول مونولوجات في الإذاعة ب4 جنيه للمونولوج الواحد. الأجر ده شامل أجر التأليف والتلحين، واللي كان بيقوم بتأليفه دايما توأمه الفني أبو السعود الإبياري. في سنة 1939 قابل فؤاد الجزائري اللي عرض عليه دور صغير في فيلمه الجديد خلف الحبايب، وافق بدون تردد، وكان ده أول ظهور له على الشاشة الفضائية. سنة 44 اتجوز الرقاصة سعاد وجدي، لكن الجوازة ما استمرتش كتير وطلقها بسرعة بعد ما اكتشف خيانتها له، وصيب بحالة نفسية سيئة ما خرجتوش منها غير الفنانة بيبة عز الدين اللي كانت مسافرة في رحلة فنية للشام، فوافق على طول إنه يسافر معاها. وفي الشام ابتسم له الحظ لأول مرة وبقى نجم مشهور، وبقت بيبة تاخده معاها في الحفلات الخاصة بتاعت أكابر الناس في الشام، ورفعت أجره من 20 جنيه ل 40 جنيه دفعة واحدة. خلصت الرحلة الفنية ورجع لمصر تاني. كانت بديعة رجعت تفتح صالتها مرة تانية وطلبته يشتغل معاها تاني، لكنه رفض العرض عشان طريقته سعاد وجدي الرقاصة كانت شغالة في نفس فرقة بديعة، وهو ما كانش عاوز يشوف وشها تاني. سافر يشتغل في اسكندرية في فرقة فتحية محمود، لكن تقولوا ايه، قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة. هربان من سعاد وجدي لقيها في وشه في اسكندرية، وكمان كانت شغالة في نفس الفرقة، فرجع للقاهرة في نفس اليوم. في القاهرة قابل مدير فرقة المسيري اللي عرض عليه ينضم للفرقة اللي مسافرة تعمل حفلاتها في راس البر. وافق اسماعيل ياسين بشرط انه يجيب معاه سوريا حلمي. طبعا مش سوريا الحلمي المونولوجيست الشهيرة، سوريا حلمي دي كانت رقاصة مغمورة جابها معاه اشتغلت في الفرقة، كان بيحبها قبل ما يتعرف على سعاد وجدي. المهم اشتغل مع سوريا حلمي واتجوزها وبرضه طلقها، لكن المرة دي طلقها بعد اسبوع واحد بس. في ايه خبر ايه حصل ايه محدش يعرف. رجع على اسكندريه واشتغل مع حسين المليجي، وهناك قابل الست فوزيه اللي اتجوزها في السر من ورا اهلها، وخلف منها ابنه الوحيد ياسين اللي اتولد سنه 1949. سنة 49 دي كانت وش السعد على اسماعيل ياسين، ففيها خلف ابنه الوحيد ياسين، وفيها برضه جات له أول دور بطولة في فيلم الناصح. أنور وجدي خده معاه في كذا فيلم، لكن كان في أدوار ثانوية أو مساعدة، لكن المرة دي أسند له بطولة فيلم الناصح، وقدم الفيلم ده مع الفنانة ماجدة اللي كانت لسه وجه جديد. لكن يعمل إيه إسماعيل في حظه الهباب؟ ففي نفس السنة دي كان طبعا اتصيد كمونولوجيست كبير ومشهور وفنان كوميديان وفكاهي من الدرجة الأولى، فاشترك في حفلة عاملاها مبرة محمد علي. الحفلة دي كان حاضرها الملك فاروق بجلالة قدره. الملك فاروق قال له ما تسمعنا نكتة من نكتك يا اسماعيل، وما تعرفش ايه اللي حصل. فبتلقائية وبراءة بدأ اسماعيل ياسين نكتته بكلمة دخلته مستشفى المجانين. ازاي بقى؟ قال للملك مرة واحد مجنون زي جلالتك راح وقف الملك على حيله كده وشخص فيه، بتقول ايه يا مجنون انت؟ ما لقيش سمعة مخرج من الموضوع ده الا انه يعمل مغمى عليه ووقع في الارض. لكن الحيلة ما انطلتش على الملك اللي صمم يودوه مستشفى المجانين. قعد في مستشفى المجانين 10 ايام كاملة وخرج. مثل اسماعيل ياسين مع عدد كبير من الممثلين والمطربين، واستمر لمدة طويلة في دور الرجل الثاني أو السنيد لغاية ما واتته فرصة فأصبح بطل، وقام ببطولة الكثير من الأفلام اللي تبدأ باسمه، وشاركوا فيها عدد كبير من أصدقاء عمره: رياض الأصابجي، زينات صدقي، حسن فايق، عبد الفتاح القصري، عبد السلام النابلسي، وعمل ثنائيات محترمة مع عدد كبير من الفنانين دول. في أوائل الخمسينات كان إسماعيل ياسين بقى أكبر كوميديان في مصر بلا منازع، وكان بيقدم عروضه المسرحية في اسكندرية ويرجع بالقطر عشان يمثل سينما، وانهالت عليه العروض، فكان المنتجين بيستلوه في محطة القطر عشان يوقع لهم على عقود تمثيل أفلامهم. ووصل عدد الأفلام اللي مثلها في الفترة دي ل 16 فيلم في السنة الواحدة، وطبعا ده رقم قياسي لحد دلوقتي مفيش ممثل كسره، وأصبح من نجوم الصف الأول وحجز لنفسه مكان ومكانة بارزة في تاريخ الفن الحديث، وأصبح ثالث فنان تقترن الأفلام باسمه بعد الفنانة الكبيرة ليلى مراد والممثل المصري اليهودي شالوم اللي رفض يهاجر لفلسطين ومات ليلة إعلان قيام دولة إسرائيل. كون اسماعيل ياسين مع المخرج فطين عبد الوهاب وصديق عمره المؤلف ابو سعود الابياري ثلاثي نادر، قدموا من خلاله مجموعه من اجمل الافلام الكوميديه. كان ابو سعود الابياري يكتب، فطين عبد الوهاب يخرج، واسماعيل يمثل. اسماعيل ياسين كان زملكاوي متعصب، وكانت اكتر حاجه تزعله هو لو الزمالك في يوم من الايام خسر ماتش من المباريات. ابو سعود الابياري كان اهلاوي، لكن كان مخبي الموضوع ده على اسماعيل ياسين لانه عارف مدى تعصبه للزمالك. بعد الثوره اصبح اسماعيل ياسين صديق لجمال عبد الناصر لدرجه انه كان بيدعوه لبيته وبياخد معاه ابنه ياسين اللي كان زميل لولاد عبد الناصر في المدرسه يلعب معاهم. عبد الناصر كان يهمه جدا دعم الثوره واكتساب شعبيه بين الناس، فاستعان بكل العناصر المتوفره قدامه للغرض ده. وطبعا كان الصحفيين والكتاب والفنانين
على رأس الكتيبة المؤيدة لعبد الناصر. في الفترة دي انتشرت أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ الحماسية والمؤيدة للثورة والجمال عبد الناصر، وكان لإسماعيل ياسين دوره المهم من خلال مجموعة من المونولوجات والأغاني المؤيدة للثورة. لكن ده ما كانش كفاية، فتوج جهوده بسلسلة من الأفلام الشهيرة اللي حملت اسمه واللي ما زالت موجودة لغاية دلوقتي بنتفرج عليها. الأفلام دي اتعملت بتوجيهات وأوامر رئاسية كان الغرض منها تدعيم الثورة والدعاية ليها وللقائمين بها. فظهرت سلسلة أفلام إسماعيل ياسين في الجيش وفي الأسطول والطيران وبوليس حربي والبوليس، وعشان الموضوع ما يبانش انه موجه او مقصود قدم بعض الافلام بتحمل اسم اسماعيل ياسين لكن بعيد عن الجيش شويه، زي اسماعيل ياسين للبيع، واسماعيل ياسين في حديقه الحيوان، وفي مستشفى المجانين، وفي دمشق، وفي متحف الشمع، واسماعيل ياسين طرزان. في نفس الفتره دي تحديدا سنه 1954 عمل فرقته المسرحيه اللي سماها باسمه، وشاركوا فيها صديق عمره ابو سعود الابياري اللي كتب كل مسرحيات الفرقه اللي كانوا بيعرضوها على مسرح ميامي في القاهره في الشتاء. اما في الصيف فكانوا بيعرضوا مسرحياتهم على مسرح اسماعيل ياسين في اسكندريه، وكانوا تقريبا بيعرضوا مسرحيات بشكل يومي. ورجعت الدنيا الزهزه لاسماعيل ياسين من تاني، لكن يا خساره ما دامتش الحل. اما قامت الثوره اتكونت مجموعه من مراكز القوى اللي بدات تتدخل في كل حاجه. سنه 54 السنه اللي كون فيها اسماعيل ياسين فرقته كانت برضه سنة فارقة في تاريخ مصر كلها. ففي السنة دي حصل صدام ما بين جمال عبد الناصر والضباط الأحرار من ناحية وما بين محمد نجيب من ناحية. انتهى الصدام ده بتنحية اللواء محمد نجيب وانفراد جمال عبد الناصر بالسلطة، فأصبح هو الزعيم الأوحد، وأصبح كل الناس اللي حواليه بيحاولوا يتقربوا منه أكتر ويثبتوا له ولائهم. فتكونت مجموعة من مراكز القوة اللي بدأت تتدخل في كل حاجة وفي أي حاجة. وفي سنة 1962 وبناء على اقتراح من صلاح سالم أنشأت الدولة مسرح التلفزيون اللي جذب له مجموعة كبيرة من الممثلين الجداد اللي بدأوا يسحبوا البساط من تحت الممثلين القدام، وقفل عدد كبير من الفرق المسرحية أو قللت نشاطها لأنها ما قدرتش تقف قدام مسرح بتموله الدولة وبتدعمه. ومنها طبعا فرقة إسماعيل ياسين اللي بدأ العد التنازلي لخفوت نجمه وصعود بديل له على الساحة الفنية، وكان الشخص البديل له هو الفنان فؤاد المهندس. بدأت مجموعة من مراكز القوة دي الكيد لإسماعيل ياسين، كانوا شايفين إنه كفاية عليه كده وانه يعتبر من بقايا العهد البائد، زي ما عملوا قبل كده مع محمد فوزي وليلى مراد، وزي ما حاولوا يعملوا مع ام كلثوم. فحطوه في دماغهم وبداوا يملوا عبد الناصر من ناحيته، واستغلوا في الموضوع ده مواقف كتير جدا. اشهرها اما جه الرئيس اليمني عبد الله السلال يتعالج في مصر. في المستشفى طلب السلال ان اسماعيل ياسين يجي له يوميا يقعد معاه ويقول له نكت، واما خرج السلال من المستشفى قال ان نكت اسماعيل ياسين هي اللي خففته اكتر من الدواء. الكلام ده اثار المخابرات اللي كانت في الوقت ده شغاله الله ينور على الداخل اكتر من الخارج، وعرفوا النكته اللي عجبت السلال وكان بيحب يسمعها كل يوم من سمعه. النكته دي اللي ألفها أنيس منصور وقالها لسمعة اللي رددها بدون تفكير وفي حسن نية. النكتة دي كانت بتقول ايه بقى؟ ان مرة واحد كل يوم يجيب الجورنال ويقرا الصفحة الأولى وبعدين يرميه. فسأله صاحبه انت بتعمل ايه؟ قال له بقرا صفحة الوفيات. قال له بس الصفحة دي بتبقى جوه الجورنال مش في الصفحة الأولى. قال له أصل اللي بدور على خبره بينشروه في أول صفحة. عبد الناصر سمع النكتة دي من هنا واتضايق جدا من إسماعيل ياسين، وافتكر إن هو اللي ألفها وإنه بيتمنى موته، وبدأ يتغير من ناحية إسماعيل ياسين. وزادت مضايقته من إسماعيل ياسين أما كان في زيارة للجزائر ولقي واحد من الناس هيموت ويخترق الحراسة اللي حواليه وعايز يوصل للرئيس عبد الناصر. افتكر عبد الناصر إن الراجل ده عاوزه في حاجة مهمة تليق برئيس دولة وزعيم في حجم عبد الناصر، فطلب من الحرس إن هم يسيبوه. فوجئ بالراجل جاي يسلم عليه ويقول له سلم لي على إسماعيل ياسين يا ريس. يا خبر، بقى الزعيم الأوحد كبير العرب وقائدهم يبقى مراسلة وموصلات لإسماعيل ياسين. نفخ اللي حواليه في الموضوع وكبروا الحكاية في دماغه، فأعطاهم الضوء الأخضر وكفاية عليك كده يا أبو السباع. فبدأوا يحاربوه في فنه وأكل عيشه وحرضوا المنتجين يقطعوه. وبعد ما كان بيمثل 15 أو 16 فيلم في السنة تراجع الرقم لفيلم أو 2، وفي سنة 66 ما عملش ولا فيلم. وفي الفترة دي ما كانش إسماعيل ياسين لوحده اللي حصل تضييق عليه، اشتهرت حكايات كتير عن تدخلات ومضايقات كتيرة لمراكز القوى لعدد كبير من الفنانين اللي تعرضوا لضغوط صلاح نصر مدير المخابرات ومجموعته، واضطر عدد كبير من الفنانين للسفر والعمل في بيروت كوسيلة للتخلص من ضغوط صلاح نصر ومضايقاته، وكان منهم إسماعيل ياسين اللي عمل مجموعة من الأفلام المقاولات والمونولوجات حتى الإعلانات اشتغل فيها. وفي سنة 69 قرر يرجع لمصر لكنه اتفاجئ بالضربة القاضية. أما رجع لقي رصيده في البنك اتسخط من 300,000 جنيه ل 2 جنيه بس. ايه الحكاية يا جدعان؟ قالوا له الضرايب حجزت على رصيدك يا سمعة. ضرايب ايه يا اخوانا؟ أنا بسدد ضرايبي أول بأول. قالوا لا هو كده، ومش بس كده، دول كمان حجزوا على عمارته اللي بناها في شقة السنين واتباعت قدام عينه وما قدرش يستحمل اللي حصل فجاله شلل نصفي لمدة أسبوع كامل. وبرضه ما سابوهوش في حاله، طلعوا عليه إنه أمارتي وإنه بتاع كوباية وإنه خسر عمارته في قعدة قمار
لكن مين اللي يصدق الكلام ده يا جدعان؟ اما فهم الصدمه او الصدمات المتواليه اللي حاطط عليه، يلاقي نفسه بعد السنين دي كلها والمسيره الفنيه الحافله دي يرجع يشتغل مونولوجيست في الكازينوهات من تاني زي ما بدأ في شبابه. لكن من تعبه والام النقرس في رجليه ما كانش بيقدر يلبس جزمه، فكان بيلبس لا مؤاخذه شبشب على البدله وهو بيقول المونولوجات. لكن برضه مش كفايه، الزعيم غضبان عليه وفرصه نتقرب للزعيم ونقدم سمعه قربان على مذبح الزعامه. فقام واحد من اياهم بمسح كل شرايط مسرحياته اللي سجلها للتلفزيون، وكان عددها 60 شريط، ما فضلش منهم غير مسرحيه واحده فقط، وقالوا ساعتها انها اتمسحت بالخطا. مين يصدق يا جدعان ان واحد يمسح 60 شريط مسرحي بالخطا؟ وبكده كملوا عليه. فبعد ما مسحوا فلوسه مسحوا كمان تاريخه، ما استحملش اكتر من كده واصيب بالام في القلب وجات له حاله اكتئاب، خصوصا بعد وفاه صديق عمره وزميل كفاحه فطين عبد الوهاب اللي اخرج له اعمال كتير ما زلنا بنتمتع بيها للان. كان الرئيس السادات بيفكر في تكريم عدد من الفنانين ومنهم طبعا كان اسماعيل ياسين، لكن الدنيا اللي اتنكرت له طول عمره والحظ اللي عنده على طول الخط بخل عليه في اواخر ايامه وملحقش يحضر حفله تكريمه. ففي يوم 24 مايو سنه 1972 الساعة 1 صباحا اتصلت مراته مدام فوزية بالمطربة الكبيرة سعاد محمد اللي كانت من أعز أصدقائه، وقالت لها اسماعيل تعيشي انت يا سعاد. وهم بيغسلوه وجدوا في جيبه جواب كتبه لوزير الثقافة، قال له فيه بعد 40 سنة شغل وتعب و400 فيلم ومسرحية وسكتش، وخدمت البلد أكتر من أي حد، عملت أفلام للثورة برضايا وغصب عني، غنيت للجيش، وسنة 56 اتبرعت بإيراد حفلاتي كلها للمجهود الحربي أيام العدوان الثلاثي. مش دي تكون نهايتي؟ معقول يرضي مين بعد 40 سنة تعب ما خدتش شهادة تقدير ولا حتى ميدالية صفيح؟ وكثير من اللي جم بعدي ومشوا ورايا اتكرموا، كل قرش كسبته بشقاية وتعبي اتاخد مني قصاد عيني وما قلتش لا. بعد ده كله ارجع اشتغل في كباريهات من تاني؟ يرضي مين؟ انا ما استحقش كده. واسدل الستار على راجل أشاع وما زال ينشر البسمة على وجوه الكبار قبل الصغيرين. دي كانت حكاية سمعة أبو ضحكة جنان، الفنان الضاحك الباكي اللي أسعدنا جميعا وهو حزين. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.